السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. الحلقة اللي فاتت قلنا كان في الغرفة المسكونة. طبعا اضطرينا إن احنا ندور على حد يسكن فيها. اللي سكن فيها الست دي ومعاها أولادها بنتين وولد. البنتين والولد كانوا يعتبر صغيرين، السن بتاع البنات بين نقول ال 16 17 وبنت 13 14، ولد حوالي 10 11. ده الصغير. المهم كانوا واخدين نفس طباعها، الشر والعدوانية والخناقات والمشاكل والحقد والغيرة. يعني ما كانتش ست سوية، وكانت قوية جدا، قوية بطريقة مش معقولة. قوية جسمانيا، قوية صحيا ما بيهمهاش حاجة، قوية بالعافية كده، حتى لو ما معهاش فلوس برضك قوية من الغيرة والحقد. فكانت تمسك النسوان بتاعت الشارع تتخانق معاهم وتضربهم وتجرجرهم، وحتى الرجالة كانت بتضرب فيهم. أنا بقى لما عملت الموضوع ده، ما قلت لكم إن أنا قلعت القيش بتاع قلت لكم كنت في المدرسة العسكرية دي، فكان بيدينا لبس عسكري كده بقيشه وبيادة زي الجيش بالظبط. لما مالهاش دعوه بالخدمه العسكريه، بالجيش بتاعنا. المهم جه ضربتها، وبعد كده راحت القسم وانا رحت القسم، والقسم قال لي لا انت طالب ما ينفعش، يلا روح، انت مش خلاص خدت حقك عشان شتمتك؟ قلت له اه. قال لي خلاص يلا يا ست انت امشي من هنا ما تجيش تاني. طبعا هي ايه، مرض مستحلفاني. تسلط العيال الصغيره اولادها يتخانقوا معايا، تسلط العيال يهدفوني باي حاجه وانا طالع ولا نازل، رايح من المدرسه وجاي من المدرسه. المهم جينا في تانية ثانوي، بدات بقى ايه، حاجات كده غريبه تحصل للواحد. الحاجات دي زي ايه؟ دي كانت بدايه سحر واعمال بدات تحطهولي في حياتي. يعني ابسط حاجه ان هي، انا عرفت ان هي كانت مش يعني هي ما كانتش بتعمل، لكن هي ما مشيت مع الناس بتوع السحر والاعمال والشعوذه ده، بدأت زي ما تقولوا ايه، تمشي الحال بتاعها برضك بنفس المواضيع. اول صرفت شويه، بعد كده عرفت الطريقه، بدأت تعمل حاجات انا ما كنتش اعرفها. يعني انا الوحيد اللي اتأثرت بيها بعيد عن اخواتي، عشان انا الوحيد اللي ضربتها او ضربت ولادها او اتخانقت معاهم، وكنت قوي جدا بالنسبه لي، مع ان كانت سني 17 سنه تقريبا. المهم من اعمال السحر دي كان ان انا ممكن اروح الفصل ابقى شاطر وكويس ومذاكر، هوب مره واحده عايز انام باي طريقه، يصحوا فيا اشرب ميه، يرشوا ميه على وشي، عايز انام. تقل في دماغي جدا، واقعد ممكن نايم ساعتين ثلاثه كاني ما نمتش طول الليل. اروح البيت اكل وانام عشان اقوم اذاكر، ابتدي اذاكر كويس مش بطال وافهم. لكن اتفرجوا بقى لو جيت احل امتحان، يجي تحت الامتحان بقى تشتغل المواضيع دي، ان انا داخل الامتحان مش فاهم ايه اللي بيحصل، مش فاهم الاسئله دي جت منين، او انا ايه، عايز انام برضك ودماغي تقيله. المهم عديت تانية ثانوي بالعافيه. جينا بقى في الثانويه العامه اللي هي الاساسي، ماشي. الموضوع ده اشتغل جامد جدا معايا، طول ما هي شايفانا رايحين جايين وولادها صيع ما بيعملوش حاجه وشوارعيه وبيتخانقوا مع الناس وبيمشوا غلط. يعني البنت الكبيره دي الله يرحمها كانت بتمشي غلط، بس عشان انا بحكي لكم لسبب، لاني هتعرفوا ربنا ما بيصبر على البني ادم مره واثنين وثلاثه ايه اللي بيحصل، اللي هو بيفتري على الناس وبيتخانق مع الناس او بيأذي الناس. كل مره كانت تتخانق معانا على طول خناقات. يعني بصراحه ما يمرش يومين ثلاثه الا لما تكون خناقه جامده، وتلاقي زعيق في الشارع مع الناس او معانا. يعني ما كانش مرتين ثلاثه في الاسبوع ما ينفعش تستريح نفسيا، تتعب. لو ما اتخانقتش هي وبنتها الكبيره دي، تمسك الناس وتتخانق مع ناس غريبه وناس قريبه، واللي يجي لها تكون محضره بقى ازايز بيبس، ازايز ساقع، ازاز تضرب بيه، محضره سكاكين، محضره مش عارف ايه. يعني حاجه كاني يا ريتنا ما كنا سكننا الغرفه دي عشان نخاف من العفاريت، او العفريت بتاع الست اللي اتقتلت دي او اللي ماتت. فاحنا كنا خايفين من الكلام ده. طلع اللي جم هم دول
100 عفريت، 100 عفريت كانوا موجودين. لو احنا كنا اتحملنا الفترة الأولانية وما سكناش وما خوفناش، كنا ممكن نكمل بقية المعيشة بتاعتنا عادي، وما كانش حاجة تتأثر، كنا نقرا قرآن في الطلعة وفي النازلة وخلاص. لكن اللي حصل إن دي سكنت بقى، ودي بقت 100 عفريت مش عفريت واحد. المهم يجي على الامتحان زي ما بقول لكم، جه بقى موضوع الثانوية، نذاكر كويس، أذاكر كويس كل حاجة، لكن أجي ساعة الامتحان يحصل الموضوع ده. المهم في ناس اقترحت لا ده كده عادل عنده حاجة. ايه هي الحاجة؟ ان حد عامل سحر، بيعمل مواضيع كده. فبدأت والدتي وناس تانية طب روحوا الناس كذا، مش عايزين نقتنع احنا بحد بالكلام ده، شغل السحر والشعوذة والكلام ده. المهم قلت لها انا مش مقتنع بالكلام ده، خلاص سيبيها بقى زي ما تيجي، اذاكر واللي انجح فيه انجح فيه، ما انجحش فيه اعيد السنة ما عدش. المهم الموضوع كان صعب. المهم يا ربي ربنا ما وفقنيش في اول سنه في الثانويه العامه. هي كانت متابعه اخباري كويس قوي، ان ايه بنعمل ايه وبنروح ايه والكلام من ده، اللي هي الولايه اللي تحت دي، الست المؤذيه دي. المهم جينا في السنه اللي وراها قلنا لازم نشوف الحل. تيجي اول السنه يعني في اي حاجه اي مجال اعمل فيه امشي فيه حلو، لكن يجي ساعه المذاكره الحاجه دي تقف، ابقى مش فاتح الكتاب ومش فاهم مكتوب فيه. يعني انا ببقى شاطر وفاهم كل حاجه، لكن افتح كتاب كله رايح، اجي على الامتحان كله رايح. المهم قلت احضر نفسي بقى لايه، للموضوع بقى لحسن ايه يستمر تاني. طول السنه بقى مش بطال، لكن اجي على الامتحان هي معمول لي على الامتحانات بالذات، يتجدد هذا السحر على الامتحانات. فوالدتي راحت لواحد واخويا، هو واخويا من ورايا، قالت له ده الموضوع عنده كذا كذا. الراجل ده كان غلبان قوي، هحكي لكم قصته، الله يرحمه بقى، مات من زمان. انا كنت مش مقتنع بالموضوع، بس اللي حصل اقول لكم. والدتي راحت يا اخويا في حته في المنوفيه، محافظه المنوفيه، بلد اسمها ميجيريا، قريه ميجيريا، تقريبا تبع اشمون حسب ما انا فاكر. يعني الكلام ده من 40 سنه يا جماعه او اكتر، تقريبا 40 سنه او اكتر. المهم راحت قالت له ده ابني كذا كذا، قال لها طيب اديني اسمه واسمك. في ثواني قال لها طيب. قالت له هو مش هيجي، قال لها لا هيجيني. قالت له هو مش هيجي، لو عندك حاجه اديها لي، قال لها هديكي حاجه بس هو هيجيني، هيستريح شويه ويجيني وانا عايزه هو. هي جت بقى قلت لها وريني ايه اللي هديهولك بقى ان شاء الله، الحاجات دي ايه دي؟ قالت لي اعمل بس اللي قال لك عليه ده. كان مديها ورق، شويه ورق متقطعين قصاصه صغيره كده، وبقول لكم والله العظيم ده اللي حصل حقيقي في حياتي. قصاصه ورق صغيره كده محطوطه في قرطاس، قال لها كل يوم يحط قصاصه الورق دي مره الصبح ومره بالليل، كل يوم لمده 3 ايام، مره الصبح ومره بالليل، يحطهم في ميه مغليه، شاي مغلي. قالت له اه، ويحط ودانه اليمين شويه كده على البخار اللي طالع، ودانه شويه الشمال على البخار. قلت له ماشي نعمل يا ستي ماشي، انت مش هتخسر حاجه يا عادل يا حبيبي، مش هتزعل الام طبعا، مش هتخسر حاجه. قلت له ماشي حاضر. المهم عملت وداني كده يوم 2، لقيت فيه احساس غريب قوي حصل لي بعد تاني يوم يا جماعه، هما 3 ايام تقريبا حسب ما انت متذكر. وقالت لي خد الميه دي بتاعت الشاي، قال لها تصفيها وتدلقيها في ايه، على مدخل الشقه ومدخل الغرف اللي هو بيمشي فيها، الحته اللي بيمشي فيها برجليه، ادلقي شويه الشاي دول من غير سكر ولا اي حاجه، ما تحطش حاجه عليه ماشي. فتاني يوم حسيت عايز امسك الكتاب وابدا اذاكر. كان قبل الامتحان يا جماعه بشهرين او 3 اشهر حاجه زي كده، لان الحاله بدات. كنا بدانا نقعد بقى في البيت شويه وما نروحش المدرسه كتير عشان فتره الامتحانات. المهم رحنا واخد الكتاب وقعدت اذاكر. الغريبه ان انا بدات اذاكر ايه شويه واروح متضايق شويه، الدقيقه بتجيلي تخنقني، حاجه تخنق الواحد شويه وترجع تاني تقفل. قلت لها يا ماما الراجل ده مكانه فين؟ قالت لي عايز تروح له؟ قالت لي اه. قلت لها بس انا هروح له لوحدي، وصفي لي مكانه.
قالت لي خد عنوان واركب كذا كذا وانزل اسال هتلاقيه. المهم خدت العنوان وخدت بعض وركبت، رحت المنوفيه، رحت بلد اسمها اشمون. سالت عن قريه اسمها ميجيريا، قالوا لي في شيخ اسمه شيخ لطفي، قالوا لي رحت له. المهم لقيت بيت ريفي خالص، بيت ريفي يعتبر يعني بيت ريفي ما فيهوش حاجه، مصطبه بره كده زي ما بنشوفها في الافلام، وبيت مبني بالطوب الني. قلت لهم هو فين؟ قالوا لي هو جوه. استنى لحظه واحده هندخلك لقيت 4 5 يمين و5 4 شمال، كل واحد معاه عيال واللي معاه واحده ست واللي مش عارف ايه. هم جدوا لي، فلقيت اللي معاه بتقول لي انت جاي له منين؟ قلت لها جاي من، قلت لها خش انت عشان تلحق تروح. دخلت، قال لي اهلا. قلت له كان والدتي، قال لي عارف. هو عارف منين؟ ما كانش معاه. قلت له والدتي كانت جت حضرتك الاسبوع؟ قال لي انت اللي كنت ما بتعرفش تذاكر؟ قلت له ايوه. طب عرف ازاي؟ والله العظيم زي ما بقول لكم كده يا جماعه، ده اللي فاكره ما بنساهوش. قال لي طيب اقعد هنا. قعدت، هو حاطط لمبه في السقف، لابس ايه بقى؟ بص يا جماعه، راجل فقير قوي، حس ان هو فقير، هو فقير. لابس جلابيه شبه رسه ومقطعه، وشبشب فلاحي كده قديم، وسنه 50 55 حاجه زي كده. قال لي طب اقعد هنا. كان في شاي حاطه على النار على طول، يروح صابب لي كوبايه شاي ماشي. قال لي اشرب الشاي ده، حبه شاي 50 كده يا جماعه صغيره، الشاي بقى غامق وتقيل. قال لي اشربه. بقيت اشرب، وانا بشرب حسيت براحه نفسيه بقالي سنين ما شفتهاش. راحه كده ما اعرفش جاتني لوحديها. قلت لا يمكن انا متهيألي، خلي بالك بيبقى ساعات الواحد لو هو عنده ايمان للموضوع بيبقى في شويه ايحاءات كده، او ايحاء ان الواحد يبقى كويس. لكن انا حقيقي ساعتها كنت حاسس براحه نفسيه. يا دوبك عمال ما شربت بتاع كان ايه، بص طفى النور، نزل المفتاح كده بتاع النور وراح مولعه تاني. يعني دوبك خد 5 ثواني، نزله كده 5 ثواني راح رفعه تاني. قال لي طيب بص يا عادل. قال لي اسمك ايه؟ قلت له عادل. قال لي ما انا عارف. ابن مين؟ قلت له ابن شوقيه اللي هي جات لك منها. قال لي طيب ماشي حاضر. قلت له جات لك الست اللي جات لك الاسبوع اللي فات. طيب قعد يكتب في ورق شخبطه كده ما تعرفهاش ماشي، في ورقه كبيره، ورقه كراسه، قطعها وقعد يشخبط فيها، وراح ماسكها مقطعها وموزعها على قراطيس، نفس اللي كان القراطيس اللي والدتي كانت جايبه منها. قال لي هتعمل الورقه دي لمده اسبوع، كل يوم مره بعد المغرب تعمل ودانك الورقه القديمه عملته. قلت له ما ده انا جيت لك ليه؟ هتعمل يمين وشمال. وكان كاتب لي مرهم، مرهم بخط كده غريب قوي، طبعا خطه مكتوب بالعربي، مرهم حسب ما انا فاكر للايه، بنسانول، بنسانول للالتهابات بتاعت الشمس والكلام ده. هو عشان البخار يا جماعه اللي بيطلع، قال لي تستمر حوالي نص دقيقه كده، تخلي البخار كده، او ربع دقيقه، ربع دقيقه كده على البخار اللي طالع من البراد ده. نفس اللي والدته عملتك تعمله الاسبوع ده، وتجيلي الاسبوع الجاي. قال لي هتجيلي الاسبوع الجاي لازم. قلت له ماشي. طب عايز مني؟ قال لي ما باخدش حاجه، اللي ما ربنا يشفيك وتستريح تعالى ادفع اللي فيه النصيب. الناس بقى فيه بيجيبوا له سكر وشاي، يجيبوا له اكل لحمه، يجيبوا له فراخ للناس ويوزع. وعامل يا جماعه دار تحفيظ قران، عامل مسجد دار تحفيظ قران ودار مناسبات للبتاع، ومدرسه زي كتاب مع البتاع يعلم الناس، وبيعمل حاجات لله كتير قوي. وناس كتير يا جماعه بيجيله من بلاد تانيه بعيده، بيجيله بدري. يعني انا عشان اروح له ركبت الساعه 6 7 الصبح، عشان اوصل له وصلت له الساعه 9 10 الصبح، مشيت من عنده الساعه 12 او 1 الظهر حاجه زي كده. المهم قال لي يلا الف سلامه، خد اللي اقول لك عليه واسبوع كده وتجيلي، عشان في حجاب هخليه لك معاك واوعى يروح منك، بس ما تجيني. قلت له طب عايز مني؟ قال لي ما تيجي ربنا يسهل بس. المهم يا جماعه خدت الورق ده وبدات اعمل بيه الحاجات دي. انا مش عايز اطول عليكم، بس جزء وهقطع واكمل ليكم بكره الحلقه الجديده. رحت واخد الورق ده، روحت البيت انا مبسوط
مش هاممني حاجه، عارفين زي ما يكون مش قادر اقف على رجليا من الفرحه. قلت كويس يا مسهل، فاضل 3 اشهر لسه على الامتحانات ولا شهر ونص الحق اعمل فيهم. المهم رحت عامل الورق ونفس الموضوع، بدات اسرع. بس في حاجه، عايز اذاكر بس مش عايز اذاكر في البيت. اخد الكتاب يا جماعه، كل يوم اخد كتاب اروح اقعد بيه في جنينه او على الكورنيش بره في حته بعيده عن الناس، واقعد اذاكر ابقى فرحان، وارجع اجيب ملخصات صغيره كده، كان في كتب عشان تفتح نفسي للمذاكره. ولغايه ما الحمد لله ربنا كرمني. والاسبوع بعد الاسبوع رحت رايح له من نفسي، قال لي بص الحاجات بتاعك ده اوعى حد يشوفه ولا ياخده منك، لان لو خده منك الموضوع، احنا دلوقتي رابطين العمل ده معمول لك عمل يا سيدي بضيق الخلق وما تبقاش والمذاكره والمدرسه، ده معمول لك سحر بهذا الكلام. فاوعى الحاجه دي تروح منك عشان تستمر. الحلقه الجايه اقول لكم ايه اللي حصل لما رحت له وخدت الحجاب، واستمريت ازاي، ودخلت على الامتحان ازاي، وايه اللي حصل، وتشوفوا ايه اللي جد في المره الجايه. يلا سلام.